مرحبا. بهذا الفيديو رح نزور سوا العاصمة الفيتنامية هانوي. هالمدينة الموجودة بشمال فيتنام وبتتميز إنها مليانة حياة وناس طيبين، تلوث وكتير من الميتورات. بآخر إحصائية كان في 6 مليون موتور بهالمدينة يلي عدد سكانها 8 مليون. خلونا سوا بهذا الفيديو نشوف شو أحلى شيء بهانوي. الرحلة يلي استمرت 17 ساعة من ستوكهولم لدبي ومن دبي لهانوي كانت مع طيران الإماراتية وكانت كتير مريحة. وصلنا بالليل، عملنا تشيك إن بالأوتيل اللي كان موجود بالأولد كوارتر أو بالمدينة القديمة، وبعدها بلشت رحلة البحث عن العشاء. الأكل بفيتنام عموما ما رح يكون عظيم لأي حدا ما عنده حب التجربة أو ما بيحب الأكل الآسيوي أو نفسه الريفي، لأنه ما شاء الله هالشعب معدته بتطحن البحث وأي كائن حي بيتحرك أو ثابت. طبعا أنا جربت شوي من هالكائنات يلي رح نشوفها بفيديوهات المدن الفيتنامية الثانية. وإذا بدك تضل ضمن المعقول ما إلك إلا الفو يلي هو شوربة النودلز يلي فيك تاخدها مع أي نوع من اللحمة، أو السبرينج رولز يلي هي رقائق الخضرة المعروفة. خلصنا عشانا وشمطنا هالتوك توك ورحنا لنعمل جولة بأول ليلة بهالمدينة. فعلا تحس حالك أرنوب كتكوت. وبعدها لقينا حالنا عند البحيرة الموجودة بنص المدينة وتحديدا قدام المعبد الكونفوشي نوكسان. خلص يومنا الأول بهانوي ورحنا باتجاه الأوتيل لأنه تاني يوم رح يكون حافل بالجولات. الجولات السياحية بهالمدينة بتبلش كتير بكير. أخدنا الفطور وطلعنا نشرب فنجان قهوة ونحن ناطرين التور جايد تبعنا. الشغلات هون كتير بتبلش بكير. بعيون الضفدع هدول عم بلش سيتي تور. وصل الباص على الوقت وانطلقنا برحلتنا، وأكتر شي عانينا منه هو كمية الميتورات للعالم رايحة على شغلها على الصبح. محطتنا الأولى كانت ضريح هوشيمين، الرئيس الأول لدولة فيتنام والقائد الشيوعي اللي حارب مع رفقاته 3 دول عظيمة هن فرنسا اليابان وأمريكا بإمكانيات كتير بسيطة، وقدر يحرر فيتنام ويؤسس الدولة. هوشيمين توفى سنة 69 وتكريما إله انبنى هالضريح سنة 75. جوات الضريح في جثمان هوشيمين محفوظ بتابوت إزاز وعليه حراسة كتير كبيرة، وممنوع التصوير. والشعب الفيتنامي بشكل عام بيقدس العم اللطيف هوشيمين مثل ما هني بيسموه، وبيعتبروه أيقونة البلد. وحد هالكومبلكس أو الضريح موجود واحد من أهم المعابد بهانوي، معبد العمود الواحد، وطبعا اسمه هيك لأنه مبني على عمود واحد. لهالمعبد أهمية دينية وسياحية عظيمة كتير. جولتنا بعدها كملت لورشة وحدة من أهم الحرف اليدوية بفيتنام. هالحرفة بتعتمد على قشور بيض البط ليعملوا منها أعمال فنية تعتبر عظيمة. وبعدها كملنا على المتحف الإثني بهانوي يلي بيعرفك إنه الشعب الفيتنامي يعد تاني أكبر شعب بالعالم بعد الصين بتعدد الإثنيات. في 52 إثنية منتشرين على طول البلاد وعرضها. وبهالمتحف بتشوف لكل مجموعة بشرية فيتنامية شو الأدوات والتفاصيل المعيشية لإلهم.
وبنص الجولة أخدنا بريك غدا لنشحن حالنا لنكمل نهارنا بتفاصيل هانوي. Okay. معابد هندوسية وبوذية كتيرة بهالمدينة ومعظم المدن الفيتنامية، رغم انه المعلومة اللي فاجأتني انه 70% من الشعب الفيتنامي ما بيآمن بأي معتقد. ومع جولتنا زرنا معبد ترانكوات يلي هو واحد من أهم المعابد وأكبرها بهانوي، وأقدم معبد بوذي بكل فيتنام. وبعدها زرنا متحف سجن هوالو يلي كانوا يدلعوه هيلتون فيتنام. هالسجن يلي بناه الاحتلال الفرنسي للمساجين السياسيين من أواخر 1800، وكان يعتبر أكثر السجون إحكام وصعوبة بالعالم بهداك الوقت. جولة بهالزنازين وبين تماثيل المساجين بتخليك تراجع نواياك الشريرة كلها. أما شو يعني هوالو فبيعني حفرة جهنم. طلعنا من السجن وعملنا جولة بالسوق المحلي بهانوي ضمن محلات اللحمة والخضرة، وبعدها توجهنا لوحدة من أهم نقاط الجذب السياحية بهالمدينة، الترين ستريت أو شارع القطار. هون بهالشارع ضلت الحركة العمرانية تطحش باتجاه السكة لحتى صار بيناتهم خطوة أو خطوتين. السياح وخصوصا البيض بيحبوا يعيشوا التجربة ويشربوا قهوتهم أو البيرة بواحد من الكافيهات الموجودة على طرفين السكة. هالسكية اللي بنيتها فرنسا سنة 1902 لسه شغالة ويمرق فيها القطار بهالأوقات. وقبل ب5 دقايق بتطلع صفارة إنذار وتبلش العالم تلملم أغراضها وكراسيها وترجع لورا بانتظار مرور القطار وأخذ الصور معه. تركنا سكة القطار ورحنا هالمرة لكافيه مميز لنجرب مشروب مميز. دانوت كافيه أو مقهى الملاحظات هو واحد من أجمل الكافيهات الموجودين بهانوي. كل شبر بهالكافيه مغطى بالملاحظات يلي بتكتبها الزوار وبتلزقها على الحيطان، طاولات الكراسي وحتى الشجر. شعور إيجابي بيجيك بس تقرأ العالم شو كاتبة ملاحظات. وللصدفة كان في ورانا نحن عيد ميلاد لصبية من هانوي. طبعا الشعب الفيتنامي كتير طيب ضيفونا هاي الضيافة. أما المشروب يلي جربناه فكان هو الإيك كافي أو قهوة البيض المشهورة بفيتنام. أنا بشكل عام ما بحب البيض ولا كنت متخيل إنه كيف رح تكون زنخته مع القهوة، بس طريقة التحضير كيف يخفق البياض مع شوية سكر بيتحول لرغوة وبيعطي طعمة خرافية تستحق التجربة. بما إنه فيتنام هي تاني أكبر دولة مصدرة للقهوة بالعالم فأكيد ما رح بس نجرب القهوة بالبيض. جربنا القهوة بجوز الهند والقهوة المالحة والقهوة بالبرتقان وكله كان ظريف، بس أكيد بيضل الأعظم هو القهوة السادة. أما حياة الليل أو السهر بهانوي رهيبة، كمية أمواج بشرية مع كمية بارات ومطاعم بتخلي مناطق كتيرة من هالمدينة ما تنام. وكتير بتصدف بعطلة نهاية الأسبوع إنك تلاقي عند كل ساحة عرض موسيقي أو مسرحي أو مطربين عم يقدموا فن بالشارع وحواليهم متجمع العالم، محليين وسواح. زيارتنا لهانوي خلصت بس زيارتنا لفيتنام ما خلصت. بالفيديوهات الجاية رح نزور المدن الباقية الأشهر بهالدولة الطيبة.
وبالأخير إذا عجبك هذا الفيديو وبانتظار الفيديوهات الجاي من فيتنام لا تنسى تعمل شير سبسكرايب لايك.